إخواني أن تداوموا على هذا الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، فإن من كرر هذا الدعاء عاش بخير ومات بخير وأحسن الله خاتمته. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك. تريد تساقط ذنوبك، تريد تساقط خطاياك، تريد تنظف نفسك من المعاصي، تريد يكفر الله عنك سيئاتك وخطاياك وذنوبك، كرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يدعون لآبائهم بالخير، هذا عقوق. مجرد ترك الدعاء لوالديك بالخير هذا عقوق. فكيف عياذا بالله من يدعو على والديه؟ هذا أعظم عقوقا وأشد إثما أيا كان حال الوالدين.